السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهاردة مميز ومفيد جدا جدا. النهاردة إن شاء الله هنعمل قشطة وجبنة قريش مع بعض وكمان سمنة، وهنغلي لبن. يعني زي ما بقول لكم كده عن جميع مشتقات اللبن هنعملها النهاردة إن شاء الله. أنا عندي هنا دول 4 كيلو لبن جمسي وحوالي 2 كيلو ونص بقري. هغلي 1 كيلو ونص، ده هسيبه على ناحية كده للشرب. وكمان هروب بقى هنا حوالي 4 كيلو جمسي والكيلو بقري. هروبهم كده. ترويب اللبن بقى في الشتاء بيختلف عن الصيف. انا عشان هنا في الشتاء والدنيا برد جدا، انا بدفي الحله كده وبفضي فيه اللبن. طبعا اللبن نظيف جدا من عند اللبان، متصفي ومضمون. هنزله في حله دافيه كده وادفيه، بس اخليه زي دمعه العين، وبعد كده هطفي عليه والفه بقى في حاجه كده، فوطه او اي حاجه، واحطه في فرن البوتاجاز لتاني يوم بالظبط. طبعا فرن البوتاجاز بيكون مطفي. ممكن تدفيه لو الدنيا برد قوي، ولو مش دفيتيه عادي خالص، هو ان شاء الله تاني يوم الصبح هتلاقيه رابو بقى معاكي بالشكل ده. القشطه بتاعته ما شاء الله فاصله عن اللبن. بشيلها كده في طبق لوحديها. حابه ان انت تاكلها قشطه، دي بقى القشطه الفلاحي الاصلي. حابين تاكلوها كده على الفطار او العشاء براحتكم. حابين بقى تضربوها زي ما انا هعمل كده ونحولها لزبده، عادي خالص زي ما انت حابه. انا اللبن عندي انا هنا هصفيه. انا بس عايزه اصفي الشرش بتاعه منه قبل ما اضيف عليه الملح وقبل ما احطه في الحصيره، علشان انا عايزه الشرش بتاعه بستفاد منه. بفرش شاشه كده قماشه خفيفه في مصفى، واحط المصفى في طبق، وافضل اللبن اسيبها بس ساعه ساعتين لحد لما يصفي الميه اللي فيه او الشرش اللي فيه كله. دي الحصيره اللي انا هعمل فيها الجبنه. انا بس بوريها لكم قبل ما ادرب السمنه معاكم. دي عندي بقى القشطه هنا هي. زي ما قلت لكم انتوا حابين تاكلوها كده بتكون طعمها جميل جدا. تحطوها على الجبنه بقى وتاكلوها كده ما شاء الله بتبقى جميله. مش حابين هتتدربوها بالشكل ده. انا كنت هنا بحاول اعملها بس مش عرفت اعملها من غير ما اثبت الكاميرا. ثبت الكاميرا بقى وهدربها معاكم بقى بالشكل ده. تفضلي تلفي ايدك فيها كده بسرعه لحد لما تفصل الزبده عن اللبن بتاعها. آه، هي اخدت مني وقت شويه علشان انا كنت بعمل في البوله دي، كانت ضيقه كده، كانت مغلباني. كل ما اعمل من فوق الاقيها بتطلع من تحت قشطه. فانا عشان كده هنقولها بقى في حاجه واسعه، في بلاستيكه واسعه كده، علشان اخد راحتي وتفصل معايا بسرعه. ما شاء الله اللبن يعني سبحانك يا رب. في خيرات الدنيا كلها. انت بس بتجيبيه كده وبتسمي الله وتقولي يا بركه بسم الله، وتعمليها هتستفادي منها في كل حاجه. يعني بيطلع منه ما شاء الله. بيطلع منه اول حاجه الجبنه القريش، وبيطلع منه القشطه او الزبده. حتى الشرش اللي بيطلع من الجبنه انا بشيله عندي في الفريزر، بعمل بيه قرص، بعمل بيه مخلل، بعمل بيه المش بتاع الجبنه القديمه او الدايره. يعني له استخدامات كتير خالص. واللبن اللي طالع من السمنه دي خلاص، هي بدات تفصل اهي وتحولت لزبده. دي بقى السمنه البلدي الاصلي اللي مية مية. ما شاء الله طلع معايا كميه حلوه. انا بحوشهم كده، بحطهم في بوله عندي في الفريزر لحد ما احوش كميه وابدا اسيحها. اللبن اللي طلع ده بقى اللي انا حطيته في الكوبايه ده احنا بنشربه كده، احنا بنحب طعمه، وكمان قيمته الغذائيه بتكون عاليه قوي. بعد ساعه او ساعتين لما الجبنه تصفي ميتها او تصفي الشرش اللي فيها، باخدها بقى بشاشتها زي ما هي كده واحطها على حصيره الجبنه. بفردها كده، اسويها بس الاول وافردها واظبطها في الحصيره، وبعد كده بحط عليها الملح. انا بحط الملح هنا مش بحطه في الاول خالص، عشان انا مش عايزه الشرش يكون حادق. انا عايزه بس الشرش يكون زي ما هو كده، عشان على حسب الاستخدام اللي انا عاوزاه. وكمان هنا حطيت طبق تحت الحصيرة، علشان برضو قلت هي لسه بتنقط شوية، خسارة برضو حبة الشرش اللي فيها كده ممكن ان انا استفاد بيهم. احطهم في برطمان المخلل عشان هيكونوا حادين. عندي هنا شرش انا بعبيه كده في ازازة. انا عندي الازازة دي مخصصة لكده، بحطها في الفريزر. وكمان الحبة دول انا احطهم في كيس زي ما قلت لكم. انا بستخدمها بقى في معجنات، في بعمل بها قرص مثلا او بيتزا، اي معجنات انا بعملها. وكمان ممكن ان انا احطه على المخلل او اضربه كده، احطه على النار اسيبه يغلي، واضيف ليه مش وملح، واحوله قصدي فلفل احمر وشطه وملح، واحوله لمش اللي هو بتاع الجبنه الدايره. ما شاء الله هنا بقى تاني يوم الصبح او تاني يوم الفجر بالظبط، يعني حوالي 4 ساعات كده في الحصيره، لما الجبنه تماسكت كده وبقت بالشكل ده. هي بتاخد وقت شويه عما تتماسك في الشتاء عن الصيف كمان. وما شاء الله طلعت معايا كمية وفيرة. لو حسبتيها هتلاقي نفسك انت اللي كسبانة. لو اشتريتي اللبن عندك بأي سعر وعملتيها، انت اللي كسبانة في كل الأحوال، وكفاية ان انت بتستفادي من كل حاجة فيه. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم ديم علينا نعمتك يا رب، واحفظها من الزوال.
تحتفظي بيها بقى، بتقطعيها كده وتحتفظي بيها في التلاجة وتفطري او تتعشي بيها انت وولادك واسرتك، وبألف هنا على قلوبكم وعلى قلوبنا يا رب. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، يا ريت تدعموني باللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.